حسناً، لنتحدث عن آخر تصريح مثير للجدل من ترامب. في 26 من أبريل، طالب الرئيس ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمرور جميع السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجاناً عبر قناة السويس. لم يقترح ذلك فحسب، بل طالب به، حتى أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يجعل هذا الطلب رسمياً. لنرجع إلى الواقع. منذ عام القانون المصري رقم 2 بوضوح تام على كل سفينة بغض النظر عن جنسيتها دفع رسوم عبور. لا توجد أي استثناءات، ولا يمكن لمصر قانونياً أن تميز بين الدول حتى لو كانت الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون الدولي هذا الموقف. تضمن اتفاقية القسطنطينية لعام 1800 حرية المرور للجميع، ولكن ليس مجاناً. هذه هي الطريقة التي تستمر بها قناة السويس في العمل، والطريقة التي تحافظ بها مصر على اقتصادها. سارع الخبراء والسياسيون المصريون إلى وصف طلب ترامب بأنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وحتى وصفه بأنه استعماري. تعتبر القناة خطاً أحمر للسيادة المصرية، ومع مرور عدد كبير من السفن الأمريكية عبرها، فإن التنازل عن الرسوم سيضر بمصر بشدة، خاصة مع انخفاض الإيرادات بالفعل بسبب التوترات في البحر الأحمر. Break time point Harvard. لذا، في حين أن طلب ترامب يعتبر مادة دسمة للعناوين الرئيسية، فإن القانون والتاريخ واضحان. قناة السويس مفتوحة للجميع، ولكن ليس مجانا، وهذا لن يتغير في أي وقت قريب.